عليكم ورحمة الله وبركاته. كل مام دلوقتي مستنياني ومنتظرة الفيديو ده بالذات، ازاي احسن خط ابني. يا مس خط ابني وحش ومش عارفة اعمل فيه ايه. يا مس ابني نفسي احسن خطه، نفسي اشوفه بخط حلو. بصي بقى، عايزة اقول لك حاجة تحطيها في دماغك. اولا، ان ابنك ممكن المعلمة اللي بتديله الدرس تحسن له، وممكن تمشي له خطه. تحسن له خطه ازاي؟ انك حضرتك تجيبي لها كراسة 9 اسطر. 9 اسطر لازم تكون 9 اسطر، وابن حضرتك يمشي بيها. ازاي؟ ان احنا عندنا مثلا وليكن الكراسه 9 اسطر بتاعتنا اهي. خلاص، اقول لها بس لو سمحتي انا عايزه ابني امريه ان هو يكتب 3 كلمات بس، بخط كويس، خط جميل، 3 كلمات بس. تمام، ويكونوا بخط حلو، واطلبيها منه كل حصه. دي حاجه انا كنت بعمل كده والله. يعني كنت لما كنت الاقي مثلا طالب عندي خطه مش كويس، والله كنت بجيب كراسه 9 اسطر، اقول لمامته هاتي كراسه 9 اسطر، وكان كل حصة باكتب 3 كلمات وهو يكتب زيهم بالظبط. بس خلي بالك، انا كنت بقول له خلي بالك حرف الراء مزحلق بينزل تحت السطر، حرف الالف بيقف على السطر، الهمزه ما تلزقش فيه، الباء تقف على السطر. يعني كنت بدي الكومنتات بتاعتي، التعليقات بتاعتي، وهو يروح البيت يكمل هو ومامته. فانا عايزاكي كمامي لازم تعرفي ان المدرسه ليها عامل كبير. ممكن تكون هي السبب في تحسين خط ابنك، وممكن يكون ابنك خطه حلو بس المدرسه مش مهتميه، فابنك خطه يوحش بعد ما كان كويس. طب يا مس ايمان، انا دلوقتي عايزه احسن الخط، اعمل ايه؟ زي ما قلت لك كده، هنا بقى لازم اتجاه الكشكول نركز فيه، زي ما ركزنا ان الكراسه تكون 9 اسطر، وركزنا ان المس عليها دور كبير، وركزنا كمان لو انا مش بدي عند المس انا باسس في البيت، فبالتالي انا بجيب كراسه 9 اسطر وبمشي بنفس الطريقه، بكتب 3 كلمات، ابني بيكتب بخط جميل جدا. طب يا مس هعرف ازاي؟ شوفي الجمله اللي انت كتبتيها دي خطها مرضي بالنسبه لك، مرضي، يبقى خلي ابنك يكتب زيها بالظبط. وعايزه اقول لك حاجه، ابنك وقت المذاكره ما ينفعش نعمل فيه حصه الخط دي. حصه الخط بتكون 10 دقايق بالظبط، ما نتجاوزش العشر دقايق، عشان ابنك ما يحسش ان انت ضغطتيه اكتر فيمل. بالعكس، هم 10 دقايق ابنك بيقعدهم، ما يكونش في وقت المذاكره، يكون بره المذاكره خالص، ويقعد العشر دقايق دول بس. يعني ابنك لو خطه حلو ما تدوش حاجه تانية يكتبها، لا، اي كتاب ابنك يشتغل منه، وليكن احنا عندنا كتاب ايمان المستوى الثالث مليان قطع استخراجيه، اي قطعه من اي كتاب، وليكن مثلا تقول امي هذا يوم عرفه، بس هما ال5 كلمات دي، تقول امي هذا يوم عرفه، ابنك يكتبهم بخط جميل. طب مس ده كتير، 3 كلمات بس، تقول امي هذا يوم، اخليها 4. تمام، هيجيب ال4 كلمات يكتبهم بطريقه كويسه وبخط كويس، وحضرتك هتبقي معاه الاستشاريه بتاعته، وينزل بيهم مرتين، ما تتقليش عليه. يعني خلي الخط بالنسبه لنا كده حاجه ايه، حصه ترفيهيه مش حصه الزاميه، ولا ترفيهيه. تمام، طيب، انا هنا بقى بس ايمان خلاص عرفنا ان المعلمه هي الاساس. هقول للمس ومس ربنا يصلح حالها يا رب ويهديها، هتقول ماشي تمام، في البيت انا معاها تمام خلاص. طيب هيجيب قطع هيمسك كراسه، هي كراسه 9 اسطر، ماشي كده يا مس ايمان. احنا بدأنا ان احنا ناخد خطوه لقدام ونخليه يحسن الخط. طب امشي على الخطه دي لحد امتى؟ 3 ايام بالظبط. ابنك هيجي اول يوم تديله ال3 كلمات دول، تاني يوم نفس ال3 كلمات مع الكومنت بتاعك. فاكر امبارح قلت لك الراء مزحلقه، فاكر امبارح قلت لك الهمزه ما تلزقش فيها في الالف، فاكر امبارح قلت لك الهمزه على الالف، على ال3 كلمات اللي بس. طيب هنعمل توب واتش معانا، لازما الساعه التوقيتيه معاكي، انت قدامك 10 دقايق وتكتب فيهم ال3 كلمات دول بسرعه. تاني يوم انت قدامك 7 دقايق وتكتب فيهم ال3 كلمات بسرعه. تالت يوم انت قدامك دقيقتين تكتب فيهم ال3 كلمات بخط لذيذ. تمام، طيب ابني بقى، الكلام ده كله كده كلام عام. ابني بقى اللي في تأسيس اللي هو 4 سنوات، خلي بالك اول ما تودي للمس تأسيس قولي لها لو سمحتي يا مس اظبطي الخط. ما تس... بصي، ما توافقيش خالص ان خط ابنك ما يبقاش كويس، ما توافقيش خالص ان تقول لك والله دي الشين دي السين دي واقفه على السطر مؤقتا، لا لا، ما بحبش الكلام ده. يعني انا كان في حضانه من الحضانات والله العظيم، انا كنت واقفه اقدم ساعتها لحد ليا، والله العظيم لقيتها بتقول للمامي اللي جنبيها احنا بس كاتبين
السين على السطر مؤقتا عشان مش عارف يكتبها. بصوا انا بعد ما كنت رايحه اقدم، والله العظيم والله العظيم بعد ما كنت رايحه اقدم خدت وشي كده، رحت لفه كده ورحت مروحه. ليه؟ لان الحضانه دي مش حضانه دقيقه. المس اللي تبقى دقيقه من البدايه بتتعرف. يقول لك لا لو سمحتي السين اظبطها لي، الخط اظبطه لي، لا لو سمحتي التزمي مع ابنك، اهتمي. فانت آه الخط ده عامل كبير اساس. فانا عايزاكي تهتمي بحته الخط، امسكي استيكه وامسحي. حبيبي ده ما ينفعش، اكتب عدل، امسح حبيبي ده. خلاص. وحاولوا لو سمحتوا، الايد عليها عامل كبير. المفروض احنا عندنا القبضه الثلاثيه، بمسك القلم بالثلاث اطراف دول، بمسك القلم بالثلاث اطراف دول اهو. ابني بيمسك القلم كده اهو، قلم اهو اهو كده، وده الثالث تحت. دي اسمها القبضه الثلاثيه. طيب الحروف لازم الحروف تلمس تديها صح. لازم ان حرف الالف بيقف على السطر، الباء على السطر، حرف التاء نفس الحوار، والجيم لازم تكون موسطه فوق وتحت. خلاص. الدال على السطر والراء مزحلقه، وهكذا. والسين على السطر وتحت السطر ونقف على السطر. لازم بصوا يا جماعه دي اساسيات. طيب ابني بقى ما شاء الله كبير، بس ايمان في اعدادي وفي ابتدائي ما ينفعش نقول له الف وباء. خلاص برضه نفس الحوار، هتاخدي معاه خطه، خدي معاه 3 4 حروف و بالجمله عليها دي، والله العظيم هتلاقي تغيير كلي وجوه. انا عملت دي مع طفل والله العظيم وبارك يعني. اللهم لك الحمد يا رب. وليت امر قالت لي روحي الله يبارك. انا كتبت الكلمه دي على نفس الطريقه، قلت له لو سمحتي انا عايزه ادفع اسطر. كان ساعتها مدير المدرسه عندي ابنه، قال لي يا ايمان انا ابني خط مش كويس، لو سمحتي انا عايزه والله مش ناسيه اسمه خالد. قال لي بس ايمان انا عايزه يا ايمان انا عايز خط ابني يبقى كويس. قلت له حاضر. رحت جايبه قلت له عايزه بس الكراسه تسع اسطر. ورحت جايه قلت له بص يا حبيبي، بص يا خالد، احنا هنكتب الثلاث كلمات دول النهارده. ورنيت على مامته قلت له احنا الثلاث كلمات دول هنكتبهم النهارده، املى لي بيها الصفحه او خليهم حتى نص صفحه وهاتوا لي بكره. جه تاني يوم قلت له بص انا عايزه نفس الكلمات دي، بس ماما هتعمل لك بقى تايمر وعايزاهم في دقيقتين بس يا خالد. قال لي حاضر يا مس. اقسم بالله خالد ده دلوقتي في سنه كام؟ اللهم بارك، في تانية ثانوي. بصوا عايزه اقول لكم لحد النهارده خالد ده يعني مامته بتدعي لي، تقول لي روح الله يبارك لك ابني بقى خطوه طلقه. ليه؟ عشان احنا نفذنا خطه، عملنا هدف ووقفنا عليه، مشينا عليه. خلاص. فانت نفس الحوار، خليكي دايما مصره ما تمليش. يعني انا ما بحبش ولية الامر اللي تمل، لان بصوا انا ممكن يكون الفيديو ده مثلا جايب مشاهده واحده او مشاهدتين او 5 مشاهدات، لكن هل معناه ان انا ما نزلش فيديوهات وما ساعدش اولياء الامور وما تابعش معاهم؟ لا والله. خلاص. انا يكفيني لايك بس، يعني يكفيني المامي تشترك عندي، يكفيني اللايك بس. مش بقول لكم اعملوا لايك، بس انا يكفيني اللايك اللايك والاشتراك بس. خلاص. طبعا انت لو اول مره تشوفني انا مس ايمان، كل هدفي ان انا اساعد المامي في المذاكره مع اولادها. طبعا قولوا انتوا ايه بقى دوله بتتابعوني. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع مس ايمان. اقول لكم الخلاصه. بما يرضي الله ابنك المعلمه اساس. حضرتك لو بتذاكري في البيت ان حضرتك الاساس. ايده القبضه الثلاثيه امسكها صح. لازم تكون متاكده ان اعصابه كويسه جدا، يعني ما تضغطيش عليه. لو الطفل ده اقل من 7 سنوات ما تضغطيش عليه، يعني حاولي تهدي في الكتاب عليه شويه. التسع اسطر، كراسه 9 اسطر. دي خلاصه الموضوع كله. ده خلاصة الموضوع كله. يا رب تكونوا استفدتوا ويكون الفيديو فعلا عجبكم، ونكون طلعنا بحاجة جديدة وعرفنا حاجة جديدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وأولادكم جميعا يا رب العالمين. السلام عليكم.